ሰላም እንደገና خبرات አጋይሽና ኣብ ፌስቡክ እና ብውሽጥ ገዛን ዘለኹም ናይሎሚ ክቡር ጋሻና ዶክተር ኢድሪስ ሙሼ እዩ ሞዴሬተር ኮይኑ ነዝገዛ ዝኣሊ ኣቶ ጎይቶኦም መብራህቱ ከምኡ ድማ ናብ ዓረብኛ ኸ ወትሩ ኣብ ምትርጓም ዘገልግለና ዘሎ አቶ ግርማይ ዘሚካኤል እዩ ናይ ሎሚ አርእስትና በእንግሊዝኛ Eritrean nation in between rejection and acceptance በትግርኛ ድማ ኤርትራ ኣሞንጎ ምንጻግን መቕባልን ኣብቲ ናይ ዓረብ ከኣኒ ኣነ ከምብዎ ስለዘይክል ምናልባት ባዕሎም ክገልጽዎ እዮም እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንዳበልኩ እቲ መድረኽ ንኣቕረብትን ንተኸታተልትን ገርፎኤ በፌስቡክ ሕቶታት እንተደኣ ኣለኩም ኮይኑ ወይ ርኢቶ ናብዚ ገዛ ከነቕርቦ ስለንኽእል ኣነጽርን ናሕጽርን ኣቢልኩም ከተቕርቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ምሸት ትግበረልና thank you ወንየልና አቶ ዮሐንስ መጀመሪያ ኩልኩም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ብምቕጻል ቁርብ ድንጉ ኢልና መጀመርና ይቕሬታን ሓትት ገለ ቴክኒካዊ ጉዳያት እዩ ይኹን እምበር ነቲ ዘለና ግዜ ብግቡእ እንድሕር ተጠቒምና ኣሎ ከዓ ክንዓሞ ኢና ዶክተር ኢድሪስ ሙሼ መደብና ዶክተር ንሓደ 45 دقيقة انت بزحق احد ساعة عدل كنبوينا زلو حيزلنا مسي زلو بتي ارستي كحبنا دحريو ناي مترجم جزي اب قمتنا اتنا نمزنينا دحريو بقتتا اب حتون ملسن كناتينا حتو خبهالن كلوجن مجلس زلو حتو يكونن حتو مالتيو and then ناي رئيتو ديو ناي حساب موهبتي قالخا بدحري خنا سعبيناتن حتى ود مسبلنا انت دا حتوتات مجلس بزيحوغن ابتي ناي مجلس انهبل الاوان كي بس حنا خنترف سلنخل مسي قريتا قدب انت قبرنا لكم ايت يخوريو حوي قرماي كتحاقاقزنا مخانا حبير الله كوترفه بقطتها هنا بتمدبنا خنقاتو تكنيك تحققنا أبوبوت أمالو دكتور نباخاتي مدرخ حنت خبلاز دليكن مبزحت أجزية دحريت دكتور مقرابو دعا مبالا محشان نمبر let's be open minded الرأي والرأي الآخر رأيته نايسب كفالا لخم زخلنا فلتنا نتري إيتوتات بخمي غيرنا أدرس كم قبره واسع صدر بلو إزي سفح زخانة شولدر بإنجليزية لا بتقولين يا خمي غير خمس بلا هل لينا صني لنا مسمعنا زاد اللي ترد أتحت كأنا نحدنا خن مهارنا كبراتي هابلي دكتور نباخة تفضل دكتور موشي إدريس sorry unmute yourself okay تسلم السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير عليكم جميعا في البدء طبعا أشكر أستاذنا المناضل قيتهم مبرهدو رئيس الجلسة وأستاذنا المناضل قرماي زميكائيل والشكر أيضا موصول لشبكة سنيتنا وسنيتنا هل أنتم ترجمتوها بانسجامنا وهي تعطي معاني كثيرة بالعربية والتقرينية فهي تعني الأخوة وتعني التفاهم وتعني التعاون وتعني الانسجام وتعني التوازن
والتوازن والتوافق والوفاق والتناسق والتناغم والصداقة إلى آخره. وأنا كنت أريد أن تكون الترجمة بدل الانسجام، كنت أتمنى أن تكون أخوتنا، أخوتنا أركنتنا كمان، يعني أخوتنا كان أفضل، أو وفاقنا وليس انسجام. حونتنا 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 نعم، خواتنا وحدتنا، نعم، وأخوتنا، لأن الانسجام يأتي بعد تحقق الأخوة يعني. بالنسبة لكلمة أمة، أنا حقيقة مسرور جدا. كان جميل جدا منكم أن استعملتم كلمة أمة بالتقرينية نفسها، لأن العلاقة التاريخية بين اللغتين العربية وشقيقتها التقرينية علاقة أزلية وعميقة الصلة منذ أقدم الأزمنة، ليس اليوم، وخاصة بعد دخول المسيحية إلى إريتريا في القرن الرابع. فلا عجب والحال هكذا أن تمتص التقرينية وتقتني عدد كبير من مفردات هي قريبة منها في الجيرة والنسب والمساهرة أولا، وغنية في ألفاظها وأساليبها ومصطلحاتها الحضارية ثانيا. هكذا اللغة العربية، سواء كان هذه الاستعارة بالقنوات الشعبية العادية أو من طريق لغة المترجمين الذين إذا أعوزتهم كلمة في التقرينية وضعوا مكانها كلمة عربية. ومن أراد أن يطلع على دور العربية وتعانق العربية والتقرينية في الميدانين كل، سواء كان المدني أو الكنسي قبل الإسلام، عليه أن يطلع على كتاب المجموع الصفوي لصفي الدين بن العسال، الذي ترجم من أصله العربي إلى الجعزية أولا، ثم ترجمه أحد الآباء الآن نسيت اسمه في أسمرة إلى التقرينية، وهذا مليء بالكلمات العربية والمفردات العربية استعملها كما هي. بعدين ترجم هذا الكتاب رائد الدراسات الإريترية المستشرق جويدي، وهناك الكثير من البحوث التي تحدثت عن الكلمات العربية في التقرينية، كما فعل ذلك مثلا وولف ليسلو، وكذلك فعل ذلك ليتمان وديلمان. وأنا سروري يأتي اليوم ليه؟ دكتور أنا آسف، خليك أتذكر إنه جرماي حيطل عليه. شكرا، معلش، لكن ما حكرر تاني. نعم. الترجمة. جرماي ميت الله مثلا. ናይ ሓወይ ጎይትኦም እየ እንታይ ክብሎ የደልየ ቅድሚ ናብዛ ምትርጓም ነዘን ዝበለ ምእታውስ መን እዩ እድሪስ ሙሴ ምስ ነብሱን ተዘላልየና ብል ነይሮ እሞ أنا إدريس محمود حامد من مواليد مدينة كرم. نعم. شكرا. الآن محاضر في بعض الجامعات في شرق أفريقيا، ومترجم في الاتحاد الأفريقي والكوميس. اوكي باري مجمرتا انا ادريس محمود موشي يبሃል ኣብ ከረን ተወሊደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ገለ ዩኒቨርሲቲታት ከም ሌክቸረር ኮይነ የገልግል፣ ከምኡ እውን ኣብ ኮሜሳን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን እውን ተርጓማይ እየ ይኽብል ፀኒሑ። ኣብቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝበሎ ነገራት እንተዳሃልዩ ግን ስኒትና ዝብል ቀዳሚ ድሕሪ ምስጋና ናይ ዝገዛ ምምሕዳርን ከምኡ እውን ክቡር ሓወይ ጎይትኦምን ከምኡ ንስኒትና ኔትወርክ ምስጋና የቕርብ። ስኒትና ክበሃል እንከሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሰብ እዩ ካብቲ ዘሐጎሰኒ ስሚ፣ ምክንያቱ ስኒትና ክንብል ከለና ሓድነት፣ ምርድዳእ፣ ሕውነት፣ ስኒት፣ ዕርክነት፣ ሕውነት ዘጠቃልል። ስለዚ እቲ ስም ንገዛእ ርእሱ ምርድዳእ ኮይኑ
حولنت كات زقدم نجر يخون مالت يكابو غصيله اتي امه زبلوين كاب قانقوا عرب ستاي تلقح كا مبارو امونغو قانقواتات زرلو ملقاح بفلاي كا امونغو قانقوا عرب امونغو قانقا تግርኛን زرلو مقرراب قدمي كاب وان مالت زلا علماون تاريخاون كوينو كاب ክርስትና ምእታውን ካብ ቅድሚኡን ኣትሒዙ ዝነበረ ስለዝኾነ ብዙሕ ክንረብሕን ብዙሕ ካብኡ ክንጠቃቀምን ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ጽቡቕ ማለት ተግባር እዩ ጽቡቕ ስጉምቲውን እዩ ከምኡ ጌርካ ምትርጓም ንገዛእ ርእሱ ድሕሪት ተመሊሰ ክሪኦም ከለኹ سند ابن عساب زبحال عبد الصحافة ومصحف كوب بدحريون عبد قصة تترجم دحروين عبد تجرينيات تترجموا الله سلزي بزح قالاتات ناي تجرين أنا عربي ناي تجرينيا أنا عربية وانقطعت كم زرخبن كابو كم زود توسدن ونكن رئي نخلينا سلزي صبوق من لغاحن صبوق مدققافنا مونغو زخلتي قانقواتات مرأي وين تقامي يسقانقوا المعوال نتقانقوا نعم العنوان اليوم هو الأمة ما بين الرفض والقبول وأعتقد هذا الموضوع من المواضيع الحيوية والمهمة التي تتعلق بوجود إريتريا من عدمه كأمة دولة أو كدولة أمة وأنا أشكر أستاذنا كرماي الذي دعاني لأن هذا موضوع مكرر كنت قد ألقيته مع إخواننا في منبر الحوار الوطني الإريتري ولذلك هذا الموضوع مهم جدا مسألة الأمة الإريترية لأن أي اختلال في هذا المفهوم أو أي تشويش أو ضبابية فهذا يعني أن وجود الأمة الإريترية في موضع تساؤل كما هو الحاصل اليوم مشكلتنا الكبيرة جدا جدا أن هذا المفهوم مفهوم الأمة مشوش لدينا البعض يعني عندنا أزمة هوية البعض يرى مثلا أنه تجراي والبعض يريد أن يضمنا إلى إثيوبيا وهكذا وعندنا مشروع القوميات المفتعل والمفبرك وعندنا أيديولوجيات ما دون الوطنية هذه الأمور كلها نابعة من أننا لم نؤكد ولم نفهم بشكل جيد مفهوم الأمة ولذلك أن نختلف في طريقة الحكم في إريتريا كأمة أن نتسارع على السلطة في إريتريا كأمة كغيرنا من الأمم هذا مقبول هذا شيء مقبول ويحدث أما أن نختلف على إريتريا كأمة وهوية هذا خطير جدا يجعل وجود إريتريا كأمة متمايزة تواجه شرعية البقاء بعد أن دفعت أمتنا الغالي والرخيص في سبيل إثبات أنها أمة ومتمايزة وتمتلك إرادة العيش المشترك وتتطلع إلى المستقبل. تفضل أستاذنا إبراهيم. إذن أيلوم أرستي بتعمى أقداس أرستي هي أو أرستيو السخاء مسهلاوي إرتراونز تحاز أرستيو مالت مس دولة أمة وأمة دولة أبز وانزي إزي انتدأ إزي تردو إزي إذا أتحساس بازي مالت أبستلقلقن أبدنقرقرن انتدأ أتيو بتعمين هلاو إرتراوي شجري مخنياتو نايمن نتشجر كختل الناس اللي زخيل قالينا إثيوبيا كنبل نخيل قالينا تجراي كنبل نخيل قالينا ونكال كنبل نخيل سلازي إزي بدايزي مالت بنصر نحنا مالت نحنا فليونت زلنا ناي حبار ناي منبر دليت كم زلنا ناي مساون متسر زخنا إزي نحنا حدا أماي قبرنا نزي الرجاجيسنا من انتس أبتهاجر من انت سلطان كنت كالس وين من انت سلطان كنوا ودادر سجم أيقونا إذا بدايزي أبروه انت ده أزاي يكونوا جن اتين أي سلطان وددر نجزء رسو
أبزي بروه نجار سلازي خون شجر وين كختلنا يخليه سلازي نحنا كم إرتراويان نحنا فلوي بحريات علنا كابت خبابينا بحبارنا من بار دليت علنا ناي مسائي بحبار نطمتو ناي مساء عدلنا علنا سلازي إزي نحنا حادي زتا تححزن زتا أساسرن أمة يجبرنا إذا خاب بفصم أبسلقلقن أبدنقرن تداعتيو إذا الرأي أزن إذا ترد أزن إرترا أبشكر الله مالك كل النضالات والتضحيات من الأربعينات وحتى كامل التراب الإريتري كان من أجل استرجاع هذا الحق المغتصب أمة. وعندما قلنا نعم للاستقلال كنا نقول نعم للأمة. أمة تمتلك أيديولوجيا جماعية موحدة متماسكة كما رفع شعاره أجدادنا إريتريا للإريتريين، بدل أيديولوجيات الأمهرة والتقرنة وغيرها من الأيديولوجيات ما دون الوطنية. كلها هذه ما دون الوطنية. أي واحد يريد أن يتقرن إريتريا تقرنة ما دون الوطنية، يريد أن يعملها تقريت ما دون الوطنية، يريد أن يعملها أي شيء ما عدا الشيء الذي تم التوافق عليه كأمة واحدة متوحدة، هذا كله ما دون الوطنية. إنما نراه اليوم يؤكد لنا أي أمة كنا نبني طوال ال4 قرون الماضية. هل من المعقول أمة تناضل من الأربعينات وتدفع أرتال من الشهداء والجرحى واللاجئين ثم تقول نعم للاستقلال، ثم بعد ذلك نجد من يتنكر لنضالات هذه الأمة وتضحياتها الجمعية ويتطلع لنا إلى الآفاق على هويات عرقية مبتذلة. هذه الأمور لا تكون نتائجها إلا مزيدا من الآلام والحروب والتوحش والاضطهاد والمجاعات واللجوء. يجب أن نتوقف عن هذه العقلية العدوانية التي يتحدث عنها أصحاب مشاريع الموجودة في منطقتنا. هي مشاريع لا تخدم إريتريا. مشروعنا نحن هو مشروع وطني كما اتفق عليه أجدادنا وكما قامت عليه الثورة الإريترية. هذه المشاريع تجراي تجرينيا وتكلايجزات كلها قائمة على العرق والدين واللغة. الأمة الإريترية كغيرها من الأمم. ترجم لي هذه النقطة أولاً أستاذ. كل قالسي حزب إرترا كعبر بعتات أسحسكا سجاب زلو من كايدو قالسي نزي ناي إرترا أمة نمرقاس ينير ناس النت كنبدن كلنا نجرز عرسو نتي أمة ناسان موساينير. سلازي كال زخانة يخون وطنات ناي تجري يخون ناي أمحرا يخون ناي تجرينيا يخون تزي وطنات تزي ويز بروجكت تزي تحت هاجراونت كوينو نأماونت ناي إرترا فتصوم زي قلقلي لومي أبز وانزين جزاء رسو زي السف زي بالمسواتن ناي نبرت عنوتن بزح من الزنبالاتن نزو كل كفيلنا زرقا قصنا وناس النت مالت تي أماونت مالتيو لومي نجزاء رسو أب تحتي كاب تحت هاجراونت زخونة كال وطنات كم ناي زتفق بركة ناي بيهر كم أون ناي تجراي تجريني ديو ناي تقلاي ذات ناي إثيوبياونت ديو إزي كنتات إزي كفتاتونو مرأي نجزاء رسو حدا كابتي بالتعمي إذا سكفن نزو كله زتخفل اللغة كم مالت كم زي تخفلن كم زي تجبرن بتعمي أبزقهم كذا إزي نزينا أماونت المت زرقة زرلو ويكحدت زرلو بتعمي كن كلاخلون كن مكتون يجبأنا مخنياتو أب حقوتاتنا زسمحلنا ويز كايدون زمسرتون كارسي مأنتي ناي إرترا نتفلوي ناي إرترا بحرياتن نتفلوي ناي إرترا تاريخن نتنفلوي
ኤርትራ ናይ ሓባር ምንባርን ድልየት ብእማውነት ኣተሓሳስባ ዝተጠቕለለ ንዕኡ ንምርግጋጽ እዩ ነይሩ ተቃልሲ وأحيانا الناس تسأل يعني الأمة الإريترية كغيرها من الأمم نحن لم ننبع من الأرض أو ننزل من السماء كغيرنا من الأمم كلها كل الأمم في هذا الكون أمتنا لها مرتكزات هذه المرتكزات تعود إلى ما قبل الاستعمار ولذلك سنتحدث عن الخلفية التاريخية للأمة الإريترية الخلفية هذه نقطة مهمة جدا الخلفية التاريخية كيف الشعور بالأمة كيف تأسس كيف تقوى إلى آخره لأن دخول إريتريا إلى التاريخ منذ القدم أبرز صور ما سماه علماء الاجتماع الأمة البدائية وهذه المرحلة مرت بها كل الأمم ليس أمتنا فقط فالأمة كما يعرفها علماء الاجتماع وعلى رأسهم أرنست رينان روح مبدأ روحي موجودة طالما وجد الإنسان فهذا المفهوم مفهوم الأمة موجود باعتبارها جزء طبيعي من البشر بل هناك مدرسة أطلق عليها البدائيون ليش سموهم البدائيين لإيمانهم بالطابع السحيق في القدم والدائم للأمة عكس الحداثيين الذين يرون أن الأمة من السمات الجوهرية للعالم الحديث على كل نحن سواء أخذنا بالمذهب الأول البدائيين أو بالمذهب الثاني الحداثيين فإن أمتنا ووجودها هذا يؤكده التاريخ والجغرافيا حقائق التاريخ باركس حد جزء إرترا أماونة إرترا كم كلهم لا يتخلقوا أماونة أحزاب أب مسرت زلوي إذا مسرتاتو خا ولوين كمتم ناي سنة حبرة أسب فليتاويان زبلوا ويتفلم زبهال أب إرترا كنليون خيل كمون إذا حدش أجلالسا إذا حدش أما سأنا أماون ني إرترا مالت أمة إذا حدش حساسبة أمة خلي بلون كلنا هو وي منفس نايتي أماونت مالت يوم زقل شو إذوين يملكت الناس لازم بخلتهم بتوم في الماونت زريقوا كابو تمسريتون دقينا أنا بزحج بس هو زلنا أبو ماونت زريقون كم أول إذا حدثتي ناي سنة محبرة سب فريد أويان ويتمرا مرتون إذا حدش مالت كونسبت ناي أماون سلازم بس كلبتي وملكع إرترا أمة مغانا كمتم كلهم كالوت أمتا زرقاقص حدكي لازخلتي وننقد نعم لو قرأنا قراءة تاريخية عميقة لتاريخ أمتنا الطويل هذه القراءة بالتأكيد ستعكس لنا أمور نقاط مهمة جدا نحن لو تحدثنا حتى 10 أيام لا يكفي ولكن نريد أن نأتي بنقاط محددة أولا ستعكس لنا هذه القراءة وحدة في الأصول حتى علماء الاجتماع اللي قالوا حاميين وساميين ولا آخر والمنطلقات التاريخية والبشرية وتظهر لنا كذلك أن أمتنا عاشت في هذه البوتقة الجغرافية التي لا تعرف الحدود والحواجز هجرات وهجرات معاكسة نسق اجتماعي وحضاري وثقافي متداخل متساهل على مجرى التاريخ أنا أريد أن أختصرها هنا على مجرى التاريخ من التوطمية مرورا بالوثنية وحتى انبلاج رسالتي التوحيد المسيحية والإسلام واللتان ساقتا أقصد الإسلام والمسيحية سلوك أمتنا الفكري والقيمي على نحو يفوق بكثير نظريات رابطة وحدة العرق والسلالة وإلى آخره لأن أمتنا عاشت في هذه المنطقة متجاورة متساهرة متلاقحة مندمجة في ممالك عريقة وجدت في هذه المنطقة هذه الدول التي نراها لم تولد هكذا كانت عبارة عن ممالك وقبائل نفس الشيء أمتنا بل كانت أمتنا أكثر تطورا من كثير من المناطق الأفريقية لأن كانت فيها ممالك عريقة
كل هذه الأمور تؤكده الحقائق الجغرافية والروايات التاريخية والحفريات الأثرية وما هو حاصل الآن نحن نشاهده ونراه من شواهد التطور الحضاري في الدين والعادات والتقاليد. نحن نعرف عندنا ممالك نشأت في هذه المنطقة على سبيل المثال مملكة أدوريس، وكذلك مملكة قطعة وجارين وبقلين ومملكة بازين ومديرة بحري اللي كانت عاصمتها دباروا وإلى آخره. እነዚህን ድሕሪት ምልስ ኢልና ታሪክ ብዕምቆት እንተደኣንቢብና ንገዛእ ርእሱ ንሕና እማ ምዃንና ዘረጋግፆ ዋላ ን10 መዓልቲ እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ተዛሪብና እውን ዘይንውድኦ ህያው ዝኾኑ ነገራት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ነገር ናይ እማውነት ሓድነት ሓድነት ናይ መበቆል ወይ ሓድነት ናይ መሰረት እዩ። እዚ ድማ እንተዳርኢናዮ ንድሕሪት ተመሊስና ዋላ ካብቲ እዋን ናይ ቶተሚዝም ዝነበሮ ይኹን ወላ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣብ እዋን ናይ እምነታትን ሃይማኖታትን ህዝብና ተሓቋቂፉ ተራዳድኡ ኣብዚ ጂኦግራፊያዊ ቦታታት እዚ እናተሓናፈፀን እናተወሳሰበን ተጎረባበትን ታሪክን ጂኦግራፊን ዘረጋግፁ ሓቅታት ክነብር ፀኒሑ እዩ። ነዚ ዘረጋግፅ እውን ናቱ ዝኾነ ከምቲ ኩሉ ካልእ ኣሕዛብ ናቱ ዝኾነ መንግስታት ነይርዎ እዩ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ካብቲ ዝነበረ መንግስታት ንግስነታት ምጥቃስ ዝኣክል ንገዛእ ርእሱ ንግስነት ቀጥዓ እዚ ቦትኡ ኣብ ከባቢ ናቕፋን ስጋብ ምፅዋዕን ዝዝርጋሕ ኮይኑ ካልኣይ ንግስነት ጃሪን ነይሩ። ካብ ሮራ በቕላ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘጠቃለለ ከምኡ እውን ንግስነት በቕሌን ነይሩ። ሰሜናዊ ሳሕልን ሮራ በቕላን ዘጠቃለለ ስጋብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኸይዱ ከምኡ እውን ስጋብ ከባቢ በዓል እምባ ደርሆ ካልእ ቦታታትን ዝዝርጋሕ ንግስነት ባዜን ኣብ ቦትኡ ኣብ ጋሽ ዝነበረ ነቂስ ሰሜን ሱዳን እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ከባቢ ገማግም ናይ ሱዳን ዝነበረና ሮም ሱዳን ዝፍለጥ ቦታታት ዝነበረ ከምኡ እውን ምድረ ባሕሪ ንግስነት ምድረ ባሕሪ ዋና ከተምኡ ድባርዋ ዝኾነ ስለዚ ህዝብና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክነብር እንከሎ እዚ ንግስነታት እዚ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝተኣሳሰወን ዝተዋሳሰበን ዝተጎረባበተን ብመተሓጋጊዙ ብምትእምማን ዝነብር ነይሩ። ስለዚ እዚ ንገዛእ ርእሱ ካብቲ መሰረታት እማውነትና ዝፍልፍለሉን ዝበቕለሉን ኩነታት ታሪካውን جغرافيكاون كنتات نمتقاس الى زمصو زلخو. ولو نظرنا مثلا في المجال التنظيم الاجتماعي القبيله او الإندة سواء كانت قبيله او عشيره او إندة، ونظرنا في مجال التنظيم الفني مثلا وحتى في الموسيقى كلها متقاربة. عندنا الربابة والكرار وعندنا والواطة والطنبور، وفي الرقصات كلها نفس الشيء متشابه. في مجال العادات والتقاليد ما لا يمكن حصره في هذا المجال اليوم، سنجد كل هذه متطابقة أو متشابهة إلى درجة كبيرة. حتى هذا التطابق لا يكتفي به، حتى في الدين وفي العادة حتى في التقاليد، في ملامحنا، في أفكارنا بين أبناء هذه الأمة. هذا ليس هو وحده الدليل. حتى في الدين من التوطمية كما قلنا، عندما كان يعبد أجدادنا عستر ومدر وورح والمقا وبحير ويفعم ورفش وتالب ريام وهوبس، هؤلاء هذه كلها كانت آلهة تعبد في هذه المنطقة التي اسمها إريتريا. حتى رسالات السماء الخالدة التي جاءت أيضا بالسلام استقبلت المنطقة المسيحية، ثم بعد ذلك استقبلت الإسلام. وفي المجال الحضاري هذا ما لا يمكن أن يحصى ولا يمكن أن تحصيه. تشابه وتطابق التي عثر عليها هذه المناطق أثرية كبيرة، 80,000 موقع في إريتريا. الأشياء التي وجدت فيه كلها متشابهة متطابقة، كما حدث في قيحيتو في مطرة ودبدب وكسكسة ودهلك وكوكن في أغرداد في كوكن وشابيت
إلى آخره. هذه الأمور كلها كانت تمهيد لظهور هذه الأمة بشكلها الحديث الذي فرضته الحداثة. نعم. أبتي محبراوي أقواماوي محبراوي ودبات ناي حزبنا خنريهم كلنا وين قبيلة إندا ماي بيت إذا كل نجزاء رسو تماساسالي أب كل تي حبرة سبنا زلوا كوينو أب سنة باب انت دارينا بما كل تنكملوا تكنيكاو سنة باب واتا مسونكو كوبرو أب كل تي حبرة سبنا زلوا كوينو كم أوين اتباهلن لمدن إذا حبرة سبزي بتعمي زتزامدن زتقراربن زتأتاتون كتفلال بزح زي فلالون كوينو ولا وين أبكرس أكلافنان كم أوين أبتي قدمة اتي سماوي امنت كريستنان اسلمنان كم بقبالنا زنبره نملخهم زنبرنا ويزنبرونا ناي املخوت ارماتات انتدارينا تماساسليو عستر مدر ورح كم استفعلاليو ازي اتوين ابستفعلالي بوتاتاتنا ارترا نريهم مالتي كالي نجزا رسو اب ارترا تي لعلي 8 شيح زخون ناي قرص بوتاتات له اذا ناي قرص بوتاتات ازي افقدو تزرغحو نرخبو ازوين تماساسالي انطقملهم زنبرنا قرصتاتن وي ناي وانت سلطانين معبالن كرنا زخولو سلطانيت ناي كله تي تفعلالي بوتاتات زترخبو تماساسالنت الله اب قردت زترخبن غزعسو اب كباب اب كوكن اب شاباي ناتين دندنايت مالت ناي بزح قرصتات قدم لدته كريستوس دحر لدته كريستوس قدم لدته كريستوس على 10 خلتس كاب 10 شمنت كفل زمان كوين كاب كلتا شحن 300 سغاب كلتا شحن 700 قدم لدته كريستوس ترخبو قرصتات አለው እዞም ቅርስታት እዚአቶም ገዛርሱ ተقላላ ኣብ ኤርትራ ካብ ተረخبو ناي تفعلالي قرص بوتاتات كاي 8 شح زخونه بوتاتات ازياتهم كلهم ناي زي حزبزي مقررابن ناي حزبزي تماساسالنتن زريو تاريخاوي ناي سيراميك كونو ناي امنس تصرب قرصتات كاب زريو ملكتات وين حادك تكاسيتال. نعم هناك تنوع ثقافي، هذا صحيح، تنوع وليس تعدد. هناك تنوع ثقافي لكنه مفتوح، ليس مثل الدول الأخرى مثلا في إفريقيا. هل أنا مسموع جيدا؟ أيوة لأن صورتك وقفت شوية أستاذ نقرماي. طيب يعني هناك تنوع في الثقافة ولكنه مفتوح عبر الهجرات والهجرات المعاكسة، بمعنى أن أمتنا كان يعرف بعضها بعضا منذ الأزل. فالقبائل والعشائر الموجودة في بركة هي نفسها الموجودة في سمهر، هي نفسها الموجودة في الساحل، والعكس. والكثير من الإنداتات في الهضبة عندنا في كبسة هي امتداد لقبائل وعشائر في المنخفضات، والعكس أيضا. عندنا قبائل في المنخفضات هي امتداد لقبائل في المرتفعات، تداخل، بمعنى أجدادنا كانوا يعرفوا بعضهم بعضا منذ قديم الأزل. ليس كما كان في إفريقيا أو كما كان في السودان مثلا كل منطقة معزولة عن الأخرى لا يعرفون بعضهم بعضا، لا بالعكس. ثم النقطة المهمة جدا أن علماء الأنثروبولوجيا أكدوا بشكل شبه إجماع بأن إريتريا تأتي في أوائل الدول الإفريقية بخصوص نسبة التجانس في الميدان الحضاري وعلى المستوى العرق. حتى لو أخذنا هم عبروا بالعرق لا بأس على المستوى العرقي، وكذلك حتى على المستوى الديني، لأن الدين كانوا يعبدون الأوثان كلها كانت نفس الشيء، عستر ومدري ورح. بعدين عندما جاءت رسالات السماء وفي منظومات القيم، يعني أن مقومات التجانس في إريتريا تطغى على مقومات العزلة، والمشترك بين أبناء أمتنا كلهم أقوى من الخصوصيات الهامشية. مشكلتنا الوحيدة فقط وين موجودة؟ مشكلتنا الوحيدة موجودة في التجانس السياسي،
هذا التجانس، هذا الجانب السياسي الذي يقوده النخب، هذه مشكلتنا في التجانس السياسي. وهذا شيء طبيعي طبعا إذا كان في إطار إريتريا، أن نختلف حتى في السياسة ما في مشكلة، وأن نتسارع ما في مشكلة، ولكن أن نختلف على إريتريا كأمة كهوية جامعة هنا المشكلة. تفضل أستاذ. نحن اب إرترا بزحنت أيكون نزلنا فللي ناي بحلي زلنا فللي بزحنت إنكاستا بزحنت نجزارسو أمونغ زخون يكون ركبات يقول لهم بزحنت كنقلصون كلنا فلليات جن أمونغ زنبلاتات علونا إذا زرقيو كابتي مالت زتما أساساً مقصلتا اتحادي مقصلتا نايتخال أي زخون بحلاوي فلليات من أشتو فلليات أو شتو زلو زلنا أزوين كابتي سدت كاب نابز نبرة سدت زمسخوني سلازم لومي أباركا زلوا قبيلاتات يخونا بهيرات يخونا تبقوا زلوا لمدتات يخون بهلتات يخون كابتي أبسم هار زلوا يفلون كوب أوين كابتي أما تحت زلوا كابتي أب كبسا زلوا يفلون مخنياتو مقصلتا ننا يحد حدهم مخانو يرينا أبتينا أملخوت إنك كنت أقدمها بالنا قدم مساعتي تنكلت سماوي إمنتات كدمنا بإرترا مساعتي أب كل زنبرة ناي أملخوت أنت دارينا مالت ناي نمدرز ز ملخ نبحري ني سماي ز ملخ ني ورح ز ملخ كم زيتات كنرئي نخيل بزحت ناي وانزي ناي انثروبولوجي مهارات كم زبلوه حزب إرترا كابتكالي ناي أفريقيا أحزاب بتعمي زيت وهذا وهيموجينيتي زلوا كاب زلوهم أحزاب أبتقدما يسرع اتي هيتروجينيتي نجزع عرسو زخلله اتي امزينو زرئن نجزع عرسو زتقراربه مخاني حدا في اللي انت اهلينا ابتي بوليتيكاو غداي اب بوليتيكاو قالسي كتفلاله كتوادادر كتقالس نبوريو اذن بزخونه يخون ملكع نتي اماونتنا إرترا كتنكفو وي كبحقوقو يبلو. ومن الأشياء التي ساعدت من مرتكزات هذه الأمة أيضا ممكن نذكر عملية التواصل التي تمت سواء كانت على مستوى الدين مثلا. نجد مثلا الطرق الصوفية اللي كانت منتشرة في إريتريا، هذه ساعدت. عندنا مثلا في الإسلام عندنا المسلمين كانت عندهم الحوليات السنوية عند الطرق الصوفية، زي عندك مثلا حولية الشيخ عبد القادر، حولية الشيخ، هذه تكون فيها احتفالات كبيرة والناس تحضر من جميع المناطق، وفي كرن وفي مسوع وإلى آخره، وكذلك مهرجانات مريم دعاري، الناس تحضر من جميع المناطق في إريتريا في مريم دعاري. في ذلك اليوم مناسبة كبيرة، الناس تتلاقح أفكارها ويعرف بعضها بعضا وتمارس التجارة، وكذلك في دبرسينا. هذه الأمور كلها كانت تمهيدا لإيش؟ كانت تمهيدا، هذا التواصل كان تمهيدا على خروج إجماع معين فيما يتعلق بظهور الأمة الإريترية. كالي كابتوم حقست رقاحيتات دي أمانا إرتران كذن خمسرات مجزء رسول انتدى أبتنا إسلام ودن مسينا اتينا سوفيزم وي زمرح امنت زلو إذن جزء رسول نقدت بحوليها زفلت نقدت أبكرن أبسوع يكايد أبزي كاب كل شنخاتنا إرترا أبوتاتي تأكيبهم بحبار يخونيو ناي نقدم اللوات يخون ناي حساب من اللوات يخون ناي الرأي من اللوات يخون ناي مفللاتن نوسابن وين يختل كم وين أبتي ناي إرترا ناي كريستيان تدارينا كم مثالي أب مريم دعارين تدارينا وين دبرسينا نقدت تدارينا أبزي نقدت زي كاب سبات كاب استفعل عليه بوتاتات مسيوم محبراون نقداون كال زمدناتات أطريوم ننبوتهم يملسوا. سلزي إزي نجزء رسو حدا كابتهم حجستين مهناس نمدل دال إرتراوي أماونت زنبورو ترى بقليل زرع يكون.
النقطة الثانية، هذا تحدثنا الآن الجانب التاريخي والاجتماعي والتواصل الداخلي، هذا كانت له دور كبير جدا جدا. الآن المرتكز الثاني في قضية الاستعمار الإيطالي. الاستعمار الإيطالي والبنية التحتية للاتصالات التي بناها، هذا وفر شرط سياسي حاسم جدا لظهور الأمة الإريترية بشكلها الحداثي حديثا. يعني الناس الاستعمار الإيطالي يعني وفر أو توسع في التكنولوجيا، ونحن نعرف أن التوسع كما ذكر علماء الاجتماع، كثيرون من علماء الاجتماع دوتش وسميث وإريكسون وغيرهم، قالوا أن التوسع في الاتصالات هذا مهم جدا في بناء وتكوين الأمة. يعني بحوث كثيرة جدا جدا في هذا المجال. وأحد العلماء الباحثين هذا عنده كتاب مهم جدا في هذا، اسمه كارل دبليو، وهو أحد علماء الاجتماع البارزين الذين أن فكرة توسيع البنية التحتية للاتصالات قد يقوي تماسك المجتمع وتكامله. ولذلك الإيطاليين بما قاموا به من شبكة اتصالات رائعة جدا تربط جميع مناطق إريتريا المختلفة، من المنخفضات إلى المرتفعات وكل مدينة إلى المدن. هذا سهل أيضا عملية اختلاط واندماج أبناء الأمة الإريترية، والذي أدى في النهاية إلى إنشاء هوية مشتركة من خلال أنظمة قيم ورموز وأساطير جمعية بدأت تتخلق الآن. لأن البنية التحتية للاتصالات التي بناها الاستعمار الإيطالي كان لها أثر عميق جدا على اندماج المجتمع الإريتري ومسار الأمة الإريترية، شرط سياسي مهم جدا. نحن صحيح أن أمتنا كانت مندمجة وكان يعرف بعضها بعضا قبل الاستعمار الإيطالي، لكن اتساع وانتشار البنية التحتية للاتصالات في عهد الاستعمار الإيطالي ولد ظروفا جديدة مكنت أمتنا بخلفياتها الاجتماعية والثقافية من التفاعل أكثر فأكثر، وهذا بدوره خلق شبكات اتصال وعلاقات اجتماعية واسعة أدت إلى تطوير أعراف أمتنا الاجتماعية وأنظمة قيمها المشتركة، الأمر الذي كان له تأثير غير مسبوق في خلق الشعور بالانتماء إلى أمة اسمها إريتريا. نحن نعرف أن الإيطاليين ربطوا مسوع بقندع، شبكة سكك حديدية، وقندع بنفاسيد، من مسوع لقندع 75 كيلومتر، إريتريا هذه الصغيرة كلها ربطوها مثل وقندع ونفاسيت 26 كيلومتر، ونفاسيت و4 ربوع، و4 ربوع أسمرة، ومن أسمرة كرن 100 كيلومتر، وكرن غردات 6 إلى آخره. يعني في عام 1933 حسب التقارير الإيطالية أنشأوا طرق إسفلتية بطول 3596 كيلومتر تربط أهم المدن أو أهم المراكز الحضرية الناشئة في عموم جغرافية إريتريا. وشغلوا بالله عايز أشوف هذه المعلومات المهمة 25 مكتبا بريديا، 76 خط تلغراف، و17 موقع لخدمات الهاتف. وطبقا لتقرير لجنة القوى الأربعة كان هناك في إريتريا عندما زاروا إريتريا 846 شركة نقل، اليوم مش متوفرة، 846 شركة نقل في ذلك الوقت في إريتريا. ماذا تنقل هذه الشركات؟ الناس مش البضائع فقط، الناس والأفكار. و383 شركة إنشاءات. اليوم ما عندنا، اليوم أنت تريد تزود بيتك مشكلة، شركة إنشاءات. اوكي مباركر دحرتي جغرافيكاون تاريخاون ባህላውን ዝምድናታት ነቲ ማውነትና ኤርትራ ዝፈጠረ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ንሪኦ መሰረታዊ ነገር ካብቶም ሓገዝቲ ረቋሒታት መግዛእቲ እዩ። መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ምስ መፀ ማለት ሰፊሕ ትሕተ ቅርፃን ሃኒፁ ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ነቲ ዝተፀምበረ ወይነት ተመስሪቱ ዝነበረ እማውነትና ኤርትራ በዚ ሓድሽ መልክዑ ሃንፆ ክኢሉ ማለት እዩ። ነዚ ዘርእየና ንገዛእ ርእሱ ኣብ
ناي مراخبي تحت قرصة أم هناس ناي عبي قد خمزلو بزحات ناي بزحات ناي سنة محبرة سب فريتاويان كابز قلصون جزارسو إريكسون كارل دابليون زي أتوم جزارسو مراخبي أبحاد حبرة سب والثاني مخانونتي أماونت نخنسن نخدلدلن عبي تراخم زلون والثاني تراخم زلون يقولون باركس تي اب وان طاليان زتجبرن تزنبره حدش هيكون فتيرون تزنبره جن فسيمو عدل ديلونا حبار مننت كاكنون كإلنا مالتي سلازي نزين مرأي زأكل نمتكاس زأكل أبشحن شعتن إتن سلاسان سلستن مالت أب وانتي طاليان سلستشحن حمشتن إتن سلسان تشعتن من قدي بقطران زتلبت من قد سريحهم نيرو أسران حمشتن ناي بوست مرة خبيتات ويناي دبابة مرة خبي بوست أوفسات نيرو أسران شدشتن مسمر ناي تلغراف نيرو كمون شمون تنيتن 40 شدشتن فابريكاتات نيرن أبزئن لومين جزء أرسو كندز أكل فابريكات هاجر يلا أبز فابريكاتات زي حسابات نايم اللوات نايم الفلاتن نايم الرددائن يفتر نيروكم وين أبناي هنسان تدارينا سلسة مئتن سلاسان شمونتن ناي هنسا كامبانيتات نيرن إزي أبشن شعبتن مئتن سلاسان سلستني إزي زفترو ناي تهزبي أبحاد بوتا مسيكا أبحاد بوتا مسرح نتي أقدم أبيلو بتاريخن بتمع بلنا نايتم حبرة سبن بتجوغرافي أكمام أنا أنت مسريتو زنبري هم ونت بحدش ملكون بزدلدلن كريون كدلدلون كيلو. الجانب الثاني وهي النقطة مهمة أيضا الجانب الاقتصادي. في ظل الاستعمار الإيطالي هناك تغيرات هائلة اقتصادية حصلت في إريتريا وعميقة. هذه العملية شكلت نقطة مهمة جدا في بناء الأمة الإريترية، لأن الاستعمار الإيطالي قام بنظام اقتصادي مهم كما نعرف، يعني في قطاع الصناعة صناعات كثيرة، المطاحن الدقيق والمكرونة إلى آخره والزيوت ولجنة القوى الأربعة عندما زارت إريتريا في نهاية الحكم الإسلامي كانت هناك 2198 شركة صناعية نشطة في إريتريا، والمصانع التي عملوها، المشاريع التي عملوها الزراعية، مشروع علي قدر للقطن ومشروع زنداي ومشروع تكريري، كل هذه المشاريع الأفراد الأمة الإريترية كانوا يأتون من جميع المناطق للعمل في هذه المشاريع، فكانت في هذه المشاريع كانت بمثابة مراكز تتلاقح فيها الأفكار والناس بدأت تفكر في إريتريا، يعني هذا كان جانب مهم جدا. نعم. أتي سالساي وجن أتي متاني هبتاوي قرصاي أب إرترا حدش متاني هبتاوي قرصات وأنت تأتيون استخاء تير سمالاو قرصايو زي قرصا زي نجزع رسو أب نتهزبي نخراخبن حدا عبي مدبر ناي مراخب خوينو ناي حساب ملواتن ناي مفلاتن ناي مرددائن نتي أماونت ناي مدلدالن ترى عبي نيرو أب تقوانتي نجزع رسو أب إرترا كرتشحن 280 تشعتن زخونا استفعل عليه كامبانيتات ناي باستا ناي مسرح ديو ناي حريت ناي متحن ديو كم أول اتي عبيتي حرشاتات أب متحت زنبرة كم ناي بروجكت ناي على قدر ناي إذا كله نجزع رسو كلهم إرتراويان كاب كله أمنتات كاب كله شنخات كاب كله قبيلاتاتن كاب كله انداتاتن أبزبوتازي كم مراخبي مدبر كوينو نتي ناي ممسرات نايتي أماونت ويناي مدلدال نايت أماونت حدا كابتي أزيو عبي تراز نبرو رقاحي تمتاني حبتاوي شنخون. نعم، كذلك في جوانب التحضر التي حصلت في العهد الإيطالي وبناء المدن زي مثل أسمرة والدقيق مندفرة مسوى عكرن تسني أغردات دكمحاري وغيرها. هذه المراكز كلها مراكز حضرية
تحولت إلى مدن حديثة ترتبط بسكك حديدية وبالطرق مسفلتة، وتم تجهيزها بالخدمات البلدية، خدمات البلدية مثل المياه والكهرباء والهاتف والتلغراف، وبنيت فيها المستشفيات والمدارس والشرطة ودور السينما والمحلات التجارية والفنادق والسحف. هذه الأمور كلها خلقت بيئة صالحة كان لها دور كبير جدا في عملية تكوين الأمة الإريترية. እቲ ራብዓይ ድማ እቲ ከተማውነት ወይ ከተመ ንሱ ከዓ ከተማታት ተሃኒፀን ከመስመራ መንደፈራ ከረና ደቀ ምሓረ እዘን ከተማታት እዚኣተን ኩለን ብዘመናዊ ኣገልግሎት ዝህባሉ ነይሩዎን ከምኡ እውን ናይ ሲነማን ናይ ቲያትርን ኣገልግሎት እዚ ኩሉ እዚ ከም ሓደ መደበር ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ቦታ ኣራኺቡ ከምታ ቀድማ ኣቢሉ ዝተገልፀ الرأيو نخقرارب زمدنو نخدلدل بوبيلو خا نتي ناي أمة مهناس كاب زدلدل عيو سلازي اتي برابعاي نتقصو ممسراتن مهناسن ناي كتماتاتن كتماوي الحساس باتاتني. النقطة الأخرى أيضا دور التعليم الاستعماري في بناء الأمة الإريترية، هذا كان له دور كبير جدا، لأن التعليم كلنا نعرف يلعب دورا حاسما في تكوين الأمة، في تكوين الأمة. ونحن نعرف ما إيطاليا التعليم الذي قاموا به في جميع المناطق الإريترية، حتى الكتب التي كانت تدرس في هذه المدارس سواء كانت تابعة هذه الكتب للإدارة الاستعمارية الرسمية أو كانت تابعة للكنيسة في إريتريا أو للمسلمين المعاهد الإسلامية، كلها هذه ساهمت في خلق إحساس بالروح الإريترية، لأن الكتب التي كانوا يدرسونها هذه الكتب المدرسية تصور إريتريا على أنها كيان متماسك وتتحدث عن تاريخ إريتريا وعن السمات الرئيسية للمجتمع الإريتري، وكانت تصف إريتريا وصفا شاملا. والأطفال عندما يذهبون إلى المدرسة ينظرون إلى خريطة إريتريا، بدأت تتشكل لديهم عملية يقولون هذه إريتريا. فعملية التعليم أيضا لعبت دور كبير جدا جدا في بناء وتقوية وظهور الأمة الإريترية. እቲ ሓምሻይ ድማ እቲ ናይ ሓደ ዘመናዊ ናይ መግዛእቲ ትምህርቲ እዚ ትምህርቲ እዚ በቲ ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ነቲ መግዛእቲ ንኸገልግሉ ዝወሃብ ስርዓተ ትምህርቲ ይኹን ወይ እውን በቲ ናይ ቤተ ክህነትን ከምኡ እውን በቲ ናይ እስልምና ኢንስቲትዩትስ ወይ ማዓህድ ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ እዚ ዓቢ ተራ ኣብ ምህናፅ ናይቲ እማ ነይሩ። ምክንያቱ ኤርትራዊ መንፈስ ዝነበሮ ናይ ትምህርቲ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ መፅሓፍትን ናይ ኤርትራ ካርታ ዝርኢሉን ኮታ ኤርትራ ከም ሓንቲ ነፃ ህላዌ ፍሪ ኤንቲቲ ኮይና ዝርኢሉ መዓልታዊ ስለ ዝነበረ እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ነቲ ናይ ኤርትራ እማ ኣብ ምህናፁን ኣብ ምድልዳሉን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ተራ ዝነበሮ እቲ ዘመናዊ ትምህርቲ። بعدين عندنا دور السينما والمسرح، حتى هذا ساهم في بناء الأمة الإريترية، لأن نحن نعرف هذا. وبعدين كذلك أجدادنا استطاعوا في الأربعينات أن يحيوا ما سموه النضالات المتفرقة، مثل مقاومة الشعب الإريتري بقيادة رأس والدنكئيل للغزو الإثيوبي بقيادة يوهانس عام 1878، ومقاومة كنتباه حامد ضد الغزو المصري، حتى وانتفاضة دجاجماش بهت حقوس 1894 ضد الحكم الإيطالي. هذه النضالات كانت متفرقة، هي ما دون الوطنية الصحيح، لا تمثل كل ولكن يعني كانت تمثل مستودع موجود مسبقا، خلقت مشاعر وطنية، ويعني كانت تنتظر الاستيقاظ مثل هذه النضالات المتفرقة. أجدادنا قدروا يجمعوها أيضا، ويعني استطاعوا أن يشكلوا منها تاريخ موحد للأمة الإريترية في الأربعينات. وأضف إلى ذلك طرق الحج، طريق الحج الذي كان موجود وطرق التجارة، هذا كلام كثير نحن الآن
لا نستطيع أن نمشي إليه. وبعدين نضالات أمتنا في الأربعينات والتضحيات التي تمت، وبعد ذلك نضالات الأمة الإريترية جنبا إلى جنب في خندق واحد، ووقوفها يدا بيد من أجل تحقيق النصر المبين الذي اختلطت فيه الدماء من أجل كرامة الأمة المتمايزة وسيادتها وتحرير أرضها المغتصبة. كل هذا لو جمعناه لا يكفينا نتكلم شهر. اوكي دحريو كابو زمصون انت غدينا تياترن ناي زمناوي تياترن سينمان وي ارترا زنبره زوين حدا كابت عاد تراز نبركم وين ناي قالسي ناي ابوتاتنا ابشحن 887 راس تسمى اسبروم انصار مسافنتي ناي تግራይ زنبركم وين ناي بحث حقوس انصار ناي طليان زنبره إذا كله لك باب بينه خوينه ولا كله زكافله كوانت زي كونه جن حدا مخزن ناي قالسي تاريخن ناي قالسي سنقن كنسنقلو نخول كوينه حدا كابتي أبربعتات نتوم انتي نسا إيرتران إيرتراويان بزبل شرحو نخد قالسو كابز حقزي نجار كابز حجزة نجارات ينيرو قالوا وين تينا حاج من قدي بإرترا بيلكا ناب مكة مخاد كاب ملاس إذا كله زفتروين على جن بزعبازي توم رقحيتات انت ده كلهم كن الزاربهم كنا ملؤ ليتن وبزح مع التاتوين أخلونا يوم جن أنا أبزك حصرهم. للأسف الآن هذه كانت مقدمة مهمة خلفية، لكن الآن ندخل في موضوعنا المهم وهي مسألة من الذي بعد كل هذا من الذي رفض الأمة الإريترية؟ أولا نريد أن نعرف مفهوم الأمة نفسه. يا جماعة عندما نتكلم عن الأمة فنحن نتكلم عن المفهوم السياسي، يجب أن نتفق على هذا المفهوم السياسي المعاصر للأمة كما ورد في الموسوعات السياسية الغربية الحديثة القانونية والسياسية. وعليه نحن عندما نتكلم اليوم عن الأمة لن نلتفت إلى المفاهيم القديمة الرومانية والمفاهيم القرون الوسطى ولا التعريفات العنصرية التي أنتجتها المدارس الاجتماعية المتأخرة. هذا لا يهمنا نحن. تفضل أستاذ غني. مبار حجي أبتمتو إيجاليس حجي من يونتي نا أمنا إرتراز نسوغو وي نابزبل كأتوية جن كرميزي نابو متاوي نجزا أرسو أمة خنبلون كلنا لومي بتحديش بوليتيكا وجلسة كمتي أب كله أهجراوين حقتاتن أب تهجراوي لمدتاتن الرأياتن زلوا بوينا خنقل صوت أمنا إرترا بتينا يقدم رومانياو دي ويكرميو زنبره تفيلم أقدم أبيلو زنبرنا أمة الجلالسة أبو أيكن أتونينا سلزي بزح حدش الجلالسة زي تي أمنا إرترا لاويون زي اللاويون ويبقعدين نتحدش الجلالسة زي إلنا بأمة مالت انتاي مالتي أبزبل أبو خاطريه. ولا يمكن الحديث عن الأمة دون الحديث عن الدولة. فما ذكرت الأمة إلا وذكرت الدولة دائما مع بعض، ولذلك تم ربطهما في الأدبيات القانونية والسياسية والاجتماعية، الأمة الدولة أو الدولة الأمة. ولذلك فإن الأمة الدولة أو الدولة الأمة التي نتحدث عنها هذه الليلة هي الأمة الدولة التي ظهرت ككيان سياسي بشكلها الحديث لأول مرة في الغرب. وهناك عوامل وتطورات مهمة الآن وقت ما عندنا أدت إلى ظهور هذه الدولة الحديثة، منها تفكك الإمارات الإقطاع إلى آخره. الذي يهمنا نحن في هذه الأمسية اليوم هو أن المصدر الأساس في شرعية أي دولة، هذه الدول الحديثة التي نراها شرعيتها هي الأمة. هذه الدول الأعضاء التي 193 دولة شرعيتها الاعتراف بها كدول تم بعد أن استوفت شرط شرعية الدولة وهو الأمة، بمعنى ما فيش دولة بدون أمة. يعني لكي تصبح دولة لابد أن تثبت أنك أمة وليس شعب. أمباركس أبز حدش بوليتيكا وقال رسا كمتي كله مالت أمة بزي دولة يلان أمة خنبلون كلنا بزعبا
دولة نزارب لنا دولة خنبل كلنا بزعبة دولة إنا نزارب زلنا أبزي زمناوي بوليتيكاوي حقي وي علم لخاوي حقي إن بأركس كمتي بزتان نزارب لا أمالومي كمتي أبزح حد مالت دحري ناي مسفننت ناي مودا أب أوروبا زرائيت أما نزا أما زعينا أما نبزلنا سلزي لومي أملا علم 293 هجرات اللوا إذن هجرات زياتن حقاونتن زرقاقس دولة كفونا اللون دولة أنت دعك كفونا خويننكا أمة كفونا اللون سلزي أمة بزي دولة ويدولة بزي أمة سلزيلو نقضى أرسو هلاوي نايحنتي هجر بمنصر أهجراوي حقي وعلم لخاوي حقي حقاونتا زرقاقس تا دولة أمة أنت دع اللوا خويني تا أمة دولة أنت دع اللوا خويني سلازي كلتيات أنت ناس أسئلة زخدا أيكونان بزي منصرزي إيو نايحنت هاجر كم دولة تفلت قدامنا أمة كلوا له الدول الغربية لكي نختصر أستاذنا جرماي يعني الدول الغربية هذه فلاسفتهم وعلماء القانون اختلفوا وتسارعوا في العوامل التي أو العناصر التي تؤدي إلى تكون الأمة. كيف تكون مجموعة من البشر أمة؟ اختلفوا فقاموا بأبحاث والدراسات كان إيجاد هذه الدراسات هي التي أصبحت فيما بعد يعني مصادر الحق لتحديد مجتمع الأمة الذي ينتمي إليه كل طرف من الآخر. يعني صراعات كبيرة جدا جدا. الألمان مثلا قالوا يجب أن تتوفر شروط كذا، والمدرسة الإنجليزية قال، والمدرسة الإيطالية، لكن صراعهم هذا في النهاية كلهم أجمعوا مع هذا الصراع على أن الأمة هي مستند الحق الضروري في إقامة الدولة التي يجب أن تتطابق مع حدودها الجغرافية والبشرية مع حدود الأمة وطنا وشعبا مع اختلافهم في العناصر التي تكون الأمة، لكن اتفقوا على أنه لا يمكن لشعب معين لقوم معينين أن يؤسسوا الدولة ما لم يثبتوا أنهم أمة. هذا شيء متفق عليه. أوكي. ناخبدني يا ريتا ناخبدني هذا ساعات غيرنا لنا تجزيب قمة أتوه جنك قدامي بورشين غيرنا كال بورشين كال جزية كم نقبره حساب له. Thank you. أوكي. حراي. معراباويان كلهم فلاسفهم يكونوا وين يحق فلاسفة وين يحق مهران خوب زعبا أمة بزح يوم تفعل اليوم. مالت أكوب حزبي كما يقول أمة يخون أبز بلنا ناتو مرة يوم جرمن ناتو أمة قلال صالو إنجليزاويان طليان كم وانتم قالوا تجن حدا زرقا قصو نجر انتدعى اليوم حزبي مالت أمة دولة نخلوكا أمة خدكون اللوكا أبز بلقن كلهم تسامع علو قدايس لذي هلاوي ناي حنت دولة أقدموا أمة ونت نايتي حزب آخر رجاجس عنده. الفكرة الموجودة في النظرية الموجودة والتي تبنتها الأمم المتحدة هكذا، يعني الأمر استقر أخيرا. هذه اسمها سموها النظرية السياسية الأنثروبولوجية. قسموا البشرية إلى أمم متمايزة، وأن كل أمة قالوا لها الحق في دولة مستقلة، إلا أنهم في هذه النظرية ربطوا شرعية هذه الدولة بوجود أمة، أي أن الدولة قالوا تستمد شرعيتها من وجود الأمة. وعلى هذه النظرية قامت مبادئ وقواعد القانون الدولي. هذا ليس اجتهاد، مبادئ وقواعد القانون الدولي. تريد أن تصبح دولة يجب أن تثبت أنك أمة، وعليه فطبقا للمعايير القانون الدولي يجب أن تتوفر في الكيان الذي يسعى لتقرير مسيره. بالنسبة للدول المستعمرة تختلف عن الدول المستعمرة. الدول المستعمرة تثبت أنها أمة، أما بالنسبة للدول المستعمرة في إفريقيا وغيرها شرطين أساسيين قالوا لهم شرطين يجب أن تتوفر. أن يكون هذا الكيان أولا قالوا يجب أن يكون مسبقا موجود كمستعمر عنده حدود استعمارية. الشرط الثاني أن يكون هذا الكيان أو الدولة المرتقبة
قادرة على تقديم حجة قوية تثبت أنه موجود كأمة متمايزة، يجب أن تكون متمايزة وقابلة للاستمرار. إذا حصلت مشكلة في قضية التمايز هذه، واحد قال تجراي، واحد قال لنا يريد أن يمشي إلى السودان، وجماعة قالوا لنا يمشي إلى إثيوبيا، معناها الشرط هذا انتفى. ولذلك نحن لسنا أمة، فإذا لم نكن أمة نحن لا نستحق ماذا؟ لا نستحق الدولة. وهنا كانت المشكلة الكبرى التي كانت تواجه الأمة الإريترية في الأربعينات، لأن السؤال المطروح في ذلك الوقت هو كان هذا طبعا ذكر فكرة الشرط الأمة مسبقا، هذا في مبدأ ميثاق الأمم المتحدة رقم 55، وطبقا لقرار الأمم المتحدة 15/14 الجمعية العامة للأمم المتحدة. والسؤال الذي كان مطروح في ذلك الوقت هو مبدأ مركزي. كان السؤال المركزي المطروح عند مناقشة القضية الإريترية كان يتمثل في سؤال: هل يمكن اعتبار إريتريا أمة لكي نعطيها الدولة؟ هل إريتريا تلبي تعريف الأمة؟ ولذلك رفضت، لأن السياسات التي مارسوها الإيطاليين الإنجليز اللي كانوا يريدون التقسيم أرادوا أن يظهروا الأمة الإريترية على أنهم ليس لهم إرادة العيش المشترك. وهذا ما نواجهه الآن. ملف الأمم المتحدة ما زال مفتوحا لم يغلق. فإذا اختلف الإريتريون من جديد وظهر أنهم ليست لهم إرادة عيش مشترك ونظرة للمستقبل ومتمايزين، عندما تقول أنا إريتري فأنت إريتري، الأمم المتحدة ممكن يفتحوا هذا الملف من جديد ويقولون لكم: ألم نقل لكم من الأول أنكم لستم أمة؟ وهنا تأتي الخطورة. تفضل أستاذنا. أوكي. بحبرات منግስታት بጉዳይ ኡማ ክዝረብ እንከሎ ፖለቲካውን ኢንተርፖሎጂያውን ሸነኺቱ ኡማ ደውላ ክትልወካ ኡማ ክሉ ስለዚ ሕጋውነት ናይ ሓንቲ ደውላ ካብ ኡማ ምዃና እዩ ዝረጋገጽ። ካብ እዚ ካብ ኣብዚ እቲ መትከላት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጋዊ ብዛዕባ ኡማ ዘለውኝ ካብዚ መሰረተ ካብዚ ሓሳብ ዝነፈለ ብዛዕባ መግዛእትን ተደኣ መፂና እቲ ናይ ኤውሮፓ እማውነት ካልእ ኮይኑ ኣብ መግዛእቲ እውን ክልተ ነገራት ከማልእ ኣለዎ። ሓደ ደውላ ክኸውን ከረጋግጾም ዘለዉ ሓደ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ፍሉጥ ናይ መግዛእቲ ዶባት ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ኡማ ምዃኑ ዘረጋግጸሉ ሓያል ነጥብታት ከቅርብ ኣለዎ። ቀጻልነቱ እውን ከረጋግጽ ኣለዎ። ብሓባር ክደብር ቀጻልነቱ ከረጋግጽ ኣለዎ። እዚ ክልተ ቅድመ ኩነት እዚ ኣገዳሲ ቅድመ ኩነት እዩ። ፍሉይ ምዃኑ ካብ ካልኦት ብሓባር ክነብር ከም ዝደሊ ቀጻልነት እውን ከርኢ ከም ዝደሊ ከርእዮ ኣለዎ። ስለዚ ኣብቲ እዋን ኣርባዕታት ንገዛእ ርእሱ ነቦታትናን ብሓጎታትናን ዘጋጥሞም ሽግራት እንግሊዛውያን እዚኣቶም ብሓባር ክነብሩ ዘይደልዩ ከምኡ እውን ቀጻልነት ከረጋግጹ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብዚ እዮም ነዚ ነገራት እዚኦም በዲሆም ተሓሊፉ። ስለዚ ኣብዚ እዋን ኣብዚ ከምዚ ኣመሰለ ኣብዚ ሕጂ ዝበፅሕናዮ ዘለና ኩነታት በፂሕና እንተደኣ ሎሚ ንሕና ንገዛእ ርእሱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኤርትራዊ እማውነት እንተደኣ ተፈላለዩና ክንርዳእና ዘለዎ ጌና እቲ ማህደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዝተዓጽወ ኣይኮነን። ኣይበልናኩምን ዶ ቀደም እውን እኮ ብሓባር ናይ ምንባር ድልየት የብሎምን ቀጻልነት እውን ከረጋግጹ ኣይክእሉን እዮም ማለት እቲ ካልኣይ ኩነት ይፈርስ ስለ ዘሎ። ስለዚ እዚ ንገዛእ ርእሱ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ካብ ዘውድቕ ነገራት እዩ። ስለዚ ንሕና ክንፈላለን ኣብ እማውነትና ዝተፈላለየ ክስታይ ክህልወና ነተን ክልተ ክማልኣ ዘለዎም ኩነታት ነማልአን ስለዘየለና እቲ ሽግር ጌና ኣብ ልዕለና ተንጠልጢሉ ምህላው ክንርከልት ይግባአና። لكي نقف في هذه النقطة نسمع كلام أستاذنا قيتؤم، لأن هذا الموضوع طويل جدا. أريد أن نقف هنا، ولكن أريد أن ألخص في كلمتين. نحن الآن يجب علينا أن نستوفي كما استوفينا شروط الأمة. كل الدول منحت حق الأمة بالسلام إلا الأمة الإريترية استرجعت هذا الحق بقوة السلاح.
لذلك هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تتوفر في الأمة. أولا التمايز، يجب أن نكون حريصين على هذا. والتمايز يعني عندما تقول أنا إريتري فأنت تختلف عن السوداني، تختلف عن الإثيوبي، تختلف عن التجراوي، تختلف عن الجيبوتي، تختلف عن أنت إريتري. هذا هو اسمه تمايز. هذا شرحوه في القانون الدولي. الأمة هذه شروطها، قالوا أنتم لا تتوفر فيكم شروط الأمة. ما هي شروط الأمة؟ رقم 1 التمايز. رقم 2 إرادة العيش المشترك. عندنا إرادة لنعيش في هذه البقعة التي اسمها إريتريا بحدودها الاستعمارية، لأن هذه الحدود الاستعمارية ما خلقناها نحن. كل الأمم تعيش على حدود استعمارية بما فيها أمريكا نفسها. أمريكا حدودها حدود استعمارية، لكن عندهم إرادة العيش المشترك في هذه الحدود الاستعمارية. ثالثاً يجب أن تكون لدينا تطلع للمستقبل. هذه الشروط الثلاثة إذا حدث خلل في واحد من هذه الشروط معناها وجود إريتريا كدولة يواجه سؤال البقاء. نقف هنا الليلة أستاذنا جرماي ونواصل إن شاء الله في محاضرة في نقطة مباركس أبزين خط قالل جن نحنا كمتم كلهم كالوت أحزاب بسلام أماونتهم دولة أمون زرخبوا أيقوننا بقالسي إنا أرجعيسنايو. لذي إذا أبجمت أتينا جن حد سلسلة بتاعت بتعمي كن قد سلنا كن كقلنا زلنا يعني ساتن كأتن قد كنت ناي حد أمة مخان زرجاجس عن السن أنت دعت فين السن أنت دع زي هاليون نجزء رسو أمة أنت دع زي اللو تدولة ونيلون نتهاجرون يلن مالتي. سلذي حد فوليات مخاننا كان الرجاجس علنا كاب كالوت كم مثله إرتراويان إنا كنبلون كلنا سودانا كاب سوداناويان كم مثله كاب إرترا كاب إثيوبياويان كم مثله كاب جيبوتاويان كم مثله كاب تجراي كم مثله كاب زخونة يكون كم مثله كان الرجاجس علنا قال أي بحبار ناي منبر دليت أبتي بمجزأتي زتوسنة دوبنا بحبار ناي منبر دليت كم زلنا كان الرجاجس علنا. ثالثاي نمسائي بحبار نتمت نمسائي عبيتنا نمسائينا بحبار نتمت كون علنا. زين ثلاثة بتاعت زياتن بتعمي كان الرجاجس أنا كنت متنزلنا يو ملوم مشيت أبزي ود كسلنا أبكال وين بقصالي إنه اليوم خنياتو بأبزي لوم مشيت سود أيكون أبزي تقويبل يغني اللي كبرتي هابكا جرماي حوي ونكمو ثمانني أنا لو مشت بزحية مهيرة كم سب ترمينولوجي ويك على تراي يكون زيادة خامت ما نفتير اللي كم أمة زفرهنا نجار يبلنا already أمة مخنا زرقة قصة استمر نيرو بتعمل بزحيتي نزي قد دايزن مرقاس حاو إدريس دكتور إدريس زبالو كن جل خابو منشن قبل تراين مزخخات زرع خبنا كم حزبي يبزحو كابز فلالينا خا حزبي تراي يكونن حزب خا زفلاليو بزح كله سلازخل زرع خبون وحديو شعب أو خلوا سلازخونه تا أمة تبلك ساكندي بديجري عززت مخانا تماهيرة بتاريخ بالزرقي ببلي بهايمانوت ولا قد مزي مسلمنا كريستيان زنبرة هايمانوتات حدا كم زنبرة أب أفريقيا قال انتو حادتي تمكحت يكون كابتوم قداموت بأمة ونتنا زتراغاز حزب مخانا خم إرتراويان قال نزي ونتنا خا ترايبتنا يقدم زي كونس كاب زحجزو نتا بغزي مغزات الطليان تي انفراستراكشر كاب باصع تبغيسا بابور اقردت كتود انكلا كاب عد قيح وي كاب زالمبسا تبغيسا ماكينه قرورا وي كا نافخت بصحن كلا اذا نبعلو نتي حزبي مستناي نقدن غعزون كساب كندي
نايب أمة قصو كم زحجزو تقيسلنا كنكا مليشنا وسخي تراي كساب زبرتاو ألسخاء أب حدا أب كبسا زلو أب دنكل تسويو أب دنكل زتولدي أب باركا تسويو إذا كله قعزو ويتقبير خاء كا كساب كندي نتحدثنا النار غدن كم زمصه اتي زطلب بحقاوي ناي عالم ناي غلمن اماونت ناسي كساب كندي بجيولوجي ديو بعل كوكن كاب استرخب قرصتات ديو كمون بزي ناي هايمانوتن باهلن بعل دبرسينا بعل دعاري كمون نقدت ناي محاويه كساب كندي نقدت راي زي كونس نقدي موسبو كي ترفع خمسة أساسر إذا كله إندستري ساب إيرترا زنبرة سرحتنيا زفتر نقابلنت يعني سون تعيسوي أبعالي قدر سخصاب شدش تشح زخون سرحتنيا أب حدا خرمتي يسرح إذا خاء كابيناي بوتاناي إيرترا بزي قدس كاب رحقي مثلا على قدر كساب تزقربه زخر مالو نيرو مالتي سلازي أب زلوت هزاب زمدنا نرخكباتن اتناي زرق بزتراغوده إذا كله خطأ قسم كله نتا كم هاجر كتقمنا تخيل تراغز ألنا أمة ساكن دي كم تراغودي تعيش في الليات interesting تنوع في الليات يوزر النمبر بزحاولنا تايكونن أبزحنت زراخبة كابتعم وحد كون خلي زي تراخب ويا خاورة أبفلليات جن هذا خنسخة أنا حوي دكتور إدريسن ملكنا ولا تقرر بتخون مسكالة ودا دركا ببيننا هنا إذا فلليات زجنا حوات هيكون أنا يبلني كابتن زعمون عليك خيدني أبزي تطوق بدي بتعمي عميقون نويح الناس تمهرينا رخيبنا إذا نبي جزء ديفلوب غير مستبهله ناب أمة دايبنا مخانا الرجاجنا تا تجرم كأ بحدا خت نبرو أيدخلوني هم يلو مناس بتحدا خن نبر كم زين خل كان الرجاج تصلهم دو كن كيد جبأنا يو أي جبأنا نيتبل بس إحنا لنا إيمانني أبقى على جزية مس دكتور إدريس نعم أنا الناس أفهم خيدي إذا كلنا جيولوجيست ترى من رجاج تات كي ترفه هبتي مولو صبوا زهنا استمر يعني لنا كابزي I think نحمش تدقق فؤادكم من دحرقينه عرفتي كباكم حمش تدقق أنت بس عقلت عن جورا at least حوي جرماي كمان ما يساتي مس أي تخيدين بزح كال أخيبات هتسلزل سبب وحيد اللبزي حمش تدقق عدل كباكم دحر حمش تدقق أنا الراخب يعني اللي كا